الله الرحمن الرحيم. اليوم درسنا هو تكوين النطف أو الحيوانات المنوية في الإنسان. طبعا تتكون النطفة أو الحيوان المنوي في الخصية، تتألف من أعداد كبيرة جدا من النبيبات المنوية. زين، شو تبطن هذه النبيبات؟ تبطن هذه النبيبات خلايا جرثومية. تبطن هذه النبيبات خلايا جرثومية. ابن العزيز، لازم تعرف شنو معنى خلايا جرثومية. الخلايا الجرثومية هي معناها الخلايا اللي لها القابلية على الانقسام المستمر. الخلايا اللي إلها القابلية على الانقسام. شوف ماما، أول شي زين، من خلال انقسامات الخلايا الجرثومية، انقسامات كثيرة وغير مباشرة ومتعاقبة، تنتج سليفات النطف. تنتج سليفات النطف وتكون ثنائية المجموعة الكروموسومية. ثنائية المجموعة الكروموسومية. ومن ثم تنقسم سليفة النطفة زين إلى انقسامات اعتيادية كثيرة. سليفة النطفة تنقسم عدة انقسامات بس يزيد حجمها. ورا هاي سليفة النطفة وراها تكبر بالحجم. من تكبر بالحجم تسمى خلية نطفية أولية. خلية نطفية أولية، وهم شقد مجموعتها الكروموسومية كاملة اللي هي 2 س، يعني كاملة المجموعة الكروموسومية. هاي الخلية النطفية الأولية راح تعاني انقسامين اختزاليين. بالانقسام الاختزالي الأول ينتج خليتين نطفية ثانوية. إذن الخلية النطفية الأولية حتنقسم انقسامين اختزاليين. الأول خلية نطفية أولية تتكون إلى انقسام اختزالي أول، تتكون خلية نطفية ثانوية. ومن ثم تعاني انقسام اختزالي ثاني، تتكون 4 أرومات نطفية. 4 أرومات نطفية أحادية المجموعة الكروموسومية الكاملة، وثم تتحول إلى نطفة ناضجة. هذه شلون تقرأها كوزاري؟ شلون؟ أول شيء، ما منشأ النطفة؟ هالشكل تدرسها. ما منشأ النطفة؟ جواب، من أرومة النطفة. ما منشأ أرومة النطفة؟ من الخلية النطفية الثانوية، يعني بالعملية تكون معكوسة. ما منشأ خلية النطفية الثانوية؟ من خلية النطفية الأولية. ما منشأ خلية النطفية الأولية؟ من سليفة النطفة. ما منشأ سليفة النطفة؟ من النبيبات المنوية أو من الخلايا الجرثومية في النبيبات المنوية.